99% من الروايات بتترفض من دور النشر لأن البداية ضعيفة. عشان كده هديك 3 نصايح تاخد بالك منهم. أولا، حاول لما تيجي تبدأ بمشهد يكون مشوق، في حدث قوي، حتى لو اضطريت انك تلجأ لإعادة الهيكلة. زي مثلا ان انت لو روايتك اكشن، ابدأ بالبطل وهو بيفكك القنبلة. هتقولي طب انا دلوقتي روايتي رومانسية مثلا وعايزة ابدأ الحكاية من الاول خالص، اعمل كده بقى ازاي؟ هقولك، قسم روايتك لمشاهد 1 2 3. بعد كده ابدأ حدد ايه المشاهد اللي ما ينفعش تتشال عشان هي حدث جوهري بيحرك الرواية. فتيجي تقولي مثلا الحدث الثالث حصل فيه ان البطلة كانت بتعترف للشخص اللي هي معجبة بيه بحبها، ولكن هتكتشف ان فلان ده طلع اخو التوأم مش هو. يا دي المصيبة حرفيا. ابدأ بالمشهد ده، حطهولي في الاول، بعد كده كمل من بعدين. الحركة دي اسمها اعادة هيكلة. عزيزي الكاتب، لازم يكون عندك مرونة ان انت تقدر تغير وتبدل في الرواية بتاعتك عشان تظهر بأفضل شكل ممكن. فلو حابب ان انت تكمل معايا بقية النصايح، تقدر تعمل كده من خلال الفيديو كامل الموجود على اليوتيوب، اللي تقدر توصله بسهولة من خلال اللينك في البايو.